صباح الخير، اهلا بكم معانا مشاهدينا وحلقه جديده من اعز الحبايب، حبايبنا اللي دايما بنقدم لهم حلقه خاصه بيهم وكل حاجه تهمهم. والنهارده هنتكلم عن الصحه والصحه الجسديه والنفسيه. الحقيقه هم بقوا مرتبطين ببعض، مهمه جدا جدا. الصحة بوجه عام دي نعمة كبيرة من عند رب العالمين، واحنا بنحاول طول رحلة حياتنا ان احنا نحافظ عليها. النهارده اخترنا موضوع مهم قوي قوي، واحيانا للاسف ممكن يبقى احنا مش واخدين بالنا منه، ويكون ليه تاثير سيء جدا جدا على صحتنا وعلى نفسيتنا كمان. لما الانسان كده يحس طول الوقت ان هو مش قادر يبذل اي مجهود، ما عندوش طاقه، نفسيته مش مظبوطه، بالتاكيد ده بيأثر طبعا على النفسيه. لان احنا النهارده هنتكلم عن حاله او مرض الانيميا. الانيميا يعني نقص بعض العناصر الهامه جدا جدا في الجسم، ونتيجة النقص ده بيبقى الإنسان فعلا مش قادر يقوم بكل وظائفه الحيوية، وبالتأكيد ده بيأثر على النفسية. هنتكلم عن كل حاجة تخص الأنيميا بوجه عام، لكن طبعا مخصوص لحبايبنا أعز الحبايب هتكون طبعا يعني أسئلة كتيرة جدا خاصة بيهم، وربنا يدي كل الصحة. هنروح للمطبخ، وبالتأكيد الأكل عامل مهم قوي قوي، ومعانا سحر محمود. يا صباح الفل. يا صباح الفل عليك يا فندم. صباح الهنا يا حبيبتي. عامله لنا أكل جميل ان شاء الله. ان شاء الله مليان حديد. حديد كله طيب حديد يا حبيبتي ان ان شاء الله. بأمر الله. ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو دكتور محمد نور الدين، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. اهلا يا دكتور. اهلا بك. منورنا. وحلقه مهمه جدا، يعني انا نفسي اعمل الحلقه دي للاطفال وللمراهقين، ويعني فعلا كل فئه محتاجه جدا جدا. لكن طبعا حبايبنا اعز الحبايب طبعا فئه مهمه جدا جدا، وان شاء الله نقول لهم نصايح كتير باذن الله. يلا يا سحوره قول لنا المنيو بتاعك. ان شاء الله النهارده عندنا كرات البطاطس باللحمه المفرومه. اوكي. والبطاطس كمان تتحمر كده برضو جنبيها. يعني بتبقى مسلوقه ومتشوحه خفيف قوي بس. حلو تمام. وكمان عندنا النهارده ان شاء الله الحلو، هنعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل البانكيك، بس هنعمله بدقيق الشوفان وبالعسل الاسود، وكمان هنحط عليه ان شاء الله سوداني. بس احنا بنجرشه قوي عشان يبقى جوه داخل الحاجه، فهيبقى ايه الحلاوه دي ما شاء الله. الدكتور مبسوط لما قلتش بالشوفان، الدكتور انبسط. بالعسل الاسود طبعا، حديد اللي احنا حافظينه، الحاجات اللي على قدنا اللي حافظينها. الحمد لله. يلا بس انت هتعملي لنا كرات البطاطس وهتعملي لنا البانكيك ان شاء الله. طيب يا حبيبتي دلوقتي بامر الله هنجيب البطاطس، هنجيبها مسلوقه ونجيب الصغيره. البيبي بوتاتوس دي أيوة. بتبقى لذيذه قوي. بنجيبها وبنجيب معانا حته لحمه مفرومه. لحمه مفرومه ما فيهاش حاجه غير ايه؟ غير ملح وفلفل بس، ما فيش حاجه اكتر من كده. بصل وملح وفلفل؟ لا ما حطيتش كمان بصل. لا يا شيخه والله يعني عملتها ملح وفلفل بس. اوكي. يعني هي بس بقى مثلا بمسكها بكورها بالشكل ده، بفردها وبحط فيها البطاطسايه كده، وبعملها زي الكفر كده. احنا باينه معانا على الشاشه اعتقد. طب معلش بصي يا سحر، هي المقادير على الشاشه بتاعه كرات، انت مسميها ايه؟ كرات البطاطس؟ لحمه بالبطاطس. طيب قولي لنا حبيبتي مقاديرها تاني عشان هي على الشاشه. ان شاء الله هي هتبقى نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو بطاطس اللي هي صغيره المسلوقه، وملح وفلفل بس. حلو جدا، الموضوع سهله بسيط جدا وجميل جدا. وهتبقى سهله كمان في الاكل قوي. طيب انا عايزاه بقى، انت بقى عملتي، انت رحتي فرده كده اللحمه المفرومه، ورحتي مدخله فيها البطاطس الصغنطوطه دي بس كده، ورحتي مغلفه عاملاها كفر وعامله لها كفر، فهي كده البطاطس معانا مش باينه واللحمه المفرومه من بره اهي. البطاطسايه اهي مسلوقه. انت جميله البطاطسيه الصغنطوطه دي. ونجيب اللحمه وبنعملها كده، ودايما بنعملها بايدينا جامد. بنعملها بايدينا كده جامد. وبعدين بنفردها. ايوه. وبنحط جواها البطاطسايه. وبحاول ان انا الفها عليها، تغطيها بقى خالص باللحمه المفرومه. ايوه بس كده، واعمل لها الكفر بتاعها. وتبقى اتلفت معايا. طيب قولي لنا كده الخطوات اللي هتعمليها، وهترجع الكاميرا معاكي، بس قولي لنا ايه الخطوات بعد كده. الخطوات بعد ما امسكها اعملها كده في الدقيق. دقيق؟ ده دقيق شوفان ولا اي دقيق؟ كمان شوفان؟ دقيق. ما كله بقى النهارده بقى ايه. برافو، بالعكس ده روعه. كله النهارده حاجه كويسه. احنا قلنا النهارده عن التغذيه. حلو قوي. وبعد كده بقى هنبتدي نعمل فيها ايه؟ وبعد كده هنحط شويه زيت صغيرين ونشوحها فيها، مش اكتر من كده. زيت خفيف قوي، مش هنقليها عشان ما تبقاش تقيله. هسالك سؤال، البطاطس نفسها انت مش محيقاها باي حاجه خالص، ولو انت لا انا سلقاها وحاطه فيها الملح، فهي واخده التحقيقه بتاعتها. طبعا. حلو جدا. بالظبط بس كده.
فهي كده بالنسبه لي انا بسيبها شويه في الدقيق لغايه لما بخلصهم كلهم، وبعد كده بحطها بقى بحمر بس. حلو قوي. طيب احنا هنرجع تاني ونشوف برضو البطاطس، اسمها ايه، بطاطس بالايه، كرات اللحمه كرات المفرومه اللحمة. بالبطاطس أيوة. بتاعه سحر. وبنرحب مره تانيه بدكتور محمد نور الدين، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. دكتور محمد، الانيميا، تمام. تعريف بقى، احنا عارفين الانيميا طبعاً. الحديد، يعني ده هي حدودنا. فعلا الانيميا او مرض فقر الدم هو نقص عنصر الحديد، وطبعا الحديد ده بيدخل في تركيب الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده يعني الاب الروحي لنقل الاكسجين من الرئه لجميع انسجه واعضاء الجسم. اذا الانيميا مرتبطه ارتباط كلي وجزئي بنقل الاكسجين لكل اعضاء وانسجه الجسم، وبالتالي عند حدوث الانيميا اللي هي بدايتها بنقص عنصر الحديد هيحصل نقص في الهيموجلوبين، وبالتالي نقص في الاكسجين اللي بيوصل اعضاء الجسم المختلفه، وده هيأثر تأثير كامل على وظيفه هذه الاعضاء وعلى حيويتها في اداء وظيفتها المنوط منها، وبيؤثر جدا على الجسم بكل اجزائه. الحديد اللي هو العنصر سبب النقص ده طبعا ليه اسباب. الاسباب دي تتمحور في لا اما انا ما باخدش الحديد ده في الاكل مثلا كويس، سوء التغذيه، وهنتكلم طبعا عن قطاع اللي هو مرضى كبار السن. المرضى دول طبعا بيبقى سوء التغذيه اكتر شويه، ما بيقدروش ياكلوا الكميات اللي هي ممكن تبقى بيحتاجها الجسم، سواء مثلاً. صعوبه اصلا ان هو مثلا فاقد للشهيه او العزله احيانا، او في مشاكل في الاسنان مثلا مش بيمضغ الاكل كويس. مشاكل عده بتؤدي الى سوء التغذيه، وبالتالي الحديد ما يدخلش الجسم بالشكل الكافي. طيب هو اكل بس ما فيش امتصاص ليه، يبقى تاني سبب. دي بتبقى مشكله بقى مشكله تانية في الجسم بقى، الجهاز الهضمي، في الجهاز اللي الهضمي احنا هنتكلم عليه بقى. لان هو اخذ الحديد وخده من مصادره وبياكل كويس بس ما فيش امتصاص، وبالتالي برضه هيحصل انيميا. عناصر الجهاز من ساعه ما الاكل والغذاء بيدخل الجسم من عند المعده، ممكن لو اي مرض في المعده زي قرحه المعده، زي جرثومه المعده اللي هي منتشره جدا في كبار السن. حوالي اكثر من 50% من كبار السن يعانوا من مرض والتهاب المعده نتيجه جرثومه المعده، وبالتالي تؤثر على امتصاص الحديد، وبالاضافه للامراض اللي هتؤديها الجرثومه نفسها كقرحه المعده وقرحه الاثنى عشر. كما ان سوء الامتصاص يحدث في درجه ثانيه في الامعاء. في مرض مثلا مشهور جدا، مرض سيلياك ديزيز اللي هو حساسيه القمح. في بعض الناس مش عندها الانزيم اللي بيهضم القمح، وبالتالي بيحصل لهم سوء امتصاص وسوء هضم. يبقى احنا كده الامعاء. بعد كده القولون، برضو الامراض اللي هتاثر على القولون هتؤدي الى صعوبه في امتصاص عنصر الحديد. يبقى ده تاني سبب. طب احنا اكلنا امتصناه، ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل بقى فقد للحديد، ثالث سبب ان يحصل نزيف. تمام؟ لاي بقى سبب، اي سبب مرضي بقى برضه نمسكها من عند المعده، يحصل نزيف من قرحه المعده، او من الامعاء نزيف داخلي، او من القولون نزيف. طبعا النزيف ممكن يكون ظاهر ليا، وده انا يعني ده سبب انا ممكن اعالجه بسهوله لما النزيف يبقى ظاهر ليا، سواء كان في دموي فهجري بسرعه اعرف او السبب براز إيه؟ مدمم او نزيف شرجي، حاجه ظاهره اوفرت. لكن المشكله لما يبقى النزيف اوكلت او خفي، وخصوصا دي بقى مرض في كبار السن، ان هو بيحصل نزيف لكن هو ما ياخدش باله منه، بيبقى عباره عن نزيف خفي، بعض الدم البسيط اللي بينزل بصفه مستمره في البراز بدون ان يشعر به المريض، او لاي سبب اخر. وده اللي انا ببحث عنه وادور عليه عن طريق التنظير الداخلي، سواء كان منظار الجهاز الهضمي العلوي او منظار الجهاز القولوني، عشان ادور على سبب النزيف الخفي ده. اللي انا بعمل تحليل انيميا وبلاقي الهيموجلوبين قليل، سواء كان الهيماتوكريت فاليو بتاعتي او الهيموجلوبين، وبالتالي التحليل الدوري هو الحل في هذا الموضوع. طب امتصينا ومفيش فقد للحديد في النزيف. تمام. رابع حاجه الامراض المزمنه. طبعا كبار السن وبعد طبعا العمر بيحصل تراكم للامراض المزمنه كمرض السكر، مرض الاعتلال الكلوي، امراض الكبد المختلفه، وبالتالي هذه الامراض تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى ان هذا الامتصاص يقل. برضه زي ما قلنا مثلا في مرض السكر بيرتبط بان حركيه الامعاء بسيطه، ما فيش حركه في الامعاء، وبالتالي يحصل سوء للامتصاص. في مرضى الكلى، والكلى دي بتفرز هرمون مهم جدا اسمه الاريثروبيوتين، ده بينتج العنصر الحديد في الجسم وكده، وبالتالي في مرضى الكلى كمرض مزمن هيحصل عدم انتاج لعنصر الحديد، وبالتالي سيؤدي ذلك الى برضو نقص عنصر الحديد والى
الانيميا. يبقى ده اذا عده عوامل انا اقصد احطها. عده عوامل الحقيقه مهمه جدا، مهمه جدا. يعني احنا كنا بنختزل الموضوع في الاكل، يعني ما بناكلش كويس العناصر المطلوبه اللي فيها الحديد اللي هي بتعمل الهيموجلوبين. لكن الاسباب كتيره اسباب جدا كتيره جدا. ومتعدده، وسوء التغذيه احد جوانبها بالزبط. وليست كل جوانبها. بالظبط كده، بالظبط. طيب احنا يعني عددنا الاسباب، بس انا اسمح لي هروح برضو للجميل والبطاطس. انا اصل بصي البطاطس ما فيش حد ما بيحبهاش، وانت بقى مدلعها باللحمه المفرومه علشان خاطر ايه؟ بنعلي القيمه الغذائيه. انت حطيتي شويه صغيرين من ماده دهنيه للبطاطس عشان تديها دي بطاطس تانية غير البطاطس اللي جوه. احنا هنعمل بيها الطبق ديكور. واحده من دي هياخد مثلا 2 صغيرين من دول مع طبقهم مع السلطه، يبقى انا كده ايه؟ خدت عملت الكارب بتاعي وخدت البروتين بتاعي وخدت اللي هي الفيتامينات المتمثله في السلطه ان شاء الله. بصوا يا جماعه، هي سحر بسيطه جدا، يعني بتبسط الحياه جدا بتبسط الحياه، وبتحسسنا ان احنا لو بنتكلم على التغذيه السليمه فاكيد الدكتور معانا. احنا عايزين الطبق بتاعنا يبقى فيه كربوهيدرات، ويبقى فيه فيتاميناتنا، ويبقى فيه البروتين بتاعنا، وشويه دهون خفيفه قوي قوي. فهي عامله الموضوع ده، فده يوم لذيذ. احنا ساعات كده يا دكتور نحب يوم كده يبقى يوم لذيذ خفيف، يعني كده مش لازم نقعد في المطبخ كذا ساعه. فحاجه لطيفه جدا، ولسه برضو سحر بتوضب الطبق بتاعها. طيب هرجع لحضرتك يا دكتور. الاسباب كتيره ومتعدده. انا لاحظت انه اول حاجه هلاحظها طبعا ممكن في حبايبنا كبار السن كده الطاقه ما بتبقاش، مع ان ما شاء الله كتير منهم بيبقوا يعني عندهم طاقات اكتر من الشباب كمان، لكن ممكن لاحظت ان الطاقه بتاعتي مش مظبوطه. لاحظت ان هل اللون الشحوب طبعا ده هياخدنا يعني للاعراض نقول الاعراض بقى والعلامات. الاعراض والعلامات اللي انا طبعا من خلالها اقدر استشف ان انا عندي مشكله بخصوص الانيميا. طبعا الانيميا الحديد اللي بيدخل في الهيموجلوبين، اول حاجه طبعا شحوب الوجه والاجهاد العام زي ما حضرتك قلت كده، مفيش طاقه، لان الاكسجين ده هو اللي بيحرك الايه؟ الجسم كله، وبالتالي مش هيكون في طاقه لهذه الايه؟ الحركه، وبالتالي سيؤدي الى عدم الى الضعف العام والوهن العام، وان انا كل ما اعمل مجهود احس بضربات قلب متسارعه، زياده في سرعه ضربات القلب والتعرق وبروده الاطراف، لان طبعا الاكسجين ما هيوصلش للاطراف الطرفيه، وبالتالي سيؤدي الى بروده في الاطراف وتنميل والتهاب في الاعصاب الطرفيه، كما سيؤدي الى اجهاد عام ووهن. والاعراض العامه اللي انا قلتها دي من على طول استشف وانا طبعا بنصح بالكشف الدوري لكبار السن طبعا. ان انا بعمل الانفستيجيشن بتاعتي وبزور الطبيب بتاعي كل فتره، شيك اب، بعمل فحص خلاله لصوره الدم ومستوى الحديد في الدم ومستوى مخزون الحديد في الدم. ايوه دي بقى نقطه مهمه قوي. يعني احنا كنا زمان يا دكتور نروح نشوف بس الحديد في الدم، لكن المخزون ده طلع برضو من الحاجات اللي دلوقتي بنسمعها، لان هو ممكن يديني خلفيه ان انا اخد بالي ان انا اتوقع حدوث انيميا في المستقبل عندما يقل مخزون الحديد. فالمخزون ده نقطه مهمه، وبالتالي احذر المريض ان هو ياخد باله جدا بالمتابعه الدوريه والفحوصات الكامله واستشاره الطبيب، لان في طبعا سونار مثلا اشعه تلفزيونيه على البطن بتشخص معظم الامراض الموجوده، كما انه ايضا في هناك التنظير زي ما انا قلت كده، منظار الجهاز الهضمي العلوي ده بقى بيدخل ويشوف بالعين المجرده بقى، اشوف ايه السبب وعالجه مظبوط، وبالتالي اتجنب يعني الى حد كبير جدا المضاعفات اللي ممكن تحصل، لان الوقايه خير من العلاج بالتأكيد. والشيك اب والفحص الدوري مهم جدا. واحنا النهارده طبعا برضه في وجود مطبخ هام زي كده، التغذيه السليمه مهمه جدا. انصح المريض اللي عنده نقص في مخزون الحديد ده او عنده بوادر الانيميا انه يركز فعلا في الغذاء السليم الغني. احنا طبعا هنوصل للاكل، لان دي نقطه مهمه طبعا جدا جدا. بس خليني ارجع لحاجه يا دكتور، حضرتك قلت انه الاسباب، ومن ضمن الاسباب بس انا لاحظت حاجه حضرتك قلتها اللي هي جرثومه المعده. وقلت جرثومه المعده منتشره جدا في كبار السن. ما تيجي نتكلم شويه عن المرض ده، لان انا اعرف انه في بعض الناس تقول لك هو ملهاش علاج، وفي ناس تقول لك ليها علاج، وهل هي بتختلف لو في كبير، يعني لو حد من كبار السن حبايبنا غير مثلا سن الشباب شويه؟ يعني حضرتك يا ريت نتكلم عن جرثومه المعده. جرثومه المعده طبعا ده يعتبر مرض العصر بعد قضائنا على فيروس سي كاطباء جهاز هضمي في مصر. الحمد لله دلوقتي فيروس سي يعتبر تاريخ. الحمد
المبادره الرئاسيه مبادره 100 مليون صحه، والمبادره اللي عملناها وتم الكشف على 5 مليون مصري وعلاجهم. وبالتالي دلوقتي احنا في عياداتنا كنا نشوف في اليوم عدد كبير من مرضى الفيروس سي، دلوقتي ما بنشوفش مرضى فيروس سي الا نادرا، اللي هم كانوا مسافرين بره اثناء الحمله ورجعوا. اقول له انت كنت حاجه هايله. لدرجه وانا بكشف انا بساله سؤال واحد بس، انت اشتركت في الحمله؟ يقول لي خلاص يبقى كده خلصنا الموضوع. لان اللي كان عنده فيروس سي كنا بنعالجه ونديله العلاج بتاعه ونتابعه بعد كده. اما اللي كان بيسافر بره مثلا ده ما كانش طبعا لسه راجع. اما انا اقول له انت ابدا معاه الاجراءات، وبالتالي ده تاريخ دلوقتي. الهم بتاعنا دلوقتي كاطباء جهاز هضمي جرثومه المعده لانتشارها الجديد في المجتمعات المزدحمه. هي مرض في المجتمعات المزدحمه، لان طبعا بيبقى تقارب بين يعني الناس. هي فيها معديه يا دكتور؟ معديه يا خبر. معديه عن طريق يعني الازدحام والتلاحم. وبالتالي اصلا ثقافه الكمامات والكلام ده لمكافحه كورونا اسهمت كتير في الحد من جرثومه المعده. لان هي ثقافه المفروض تكون موجوده في حاله التزاحم. الواحد يلبس كمامه بحيث يتجنب. يعني هي ممكن تبقى عن طريق التنفس او ممكن كده؟ في اورال، او ممكن تبقى عن طريق، بس هي اكتر تبقى عن طريق الاغذيه او الاكل بره المنزل. لان طبعا العامل في المطعم مش هيغسل ايديه كويس وهو بيحضر اللي هي زي هيباتايتس ايه كان زمان، اللي هو كبد وبائي يقول لك وعشان كده حاجه مش جرثومه نظيفه. المعده منتشره في مصر. ولكن انا عايز اقول كلمه برضو بين التهوين والتهويل. احنا طبعا الموضوع برضو مش يتهول جامد، لان الموضوع تحت السيطره برضو. وفي نفس الوقت ما هونش منه، اعالجه مظبوط واتحكم فيه. ليها طبعا تحاليل بسيطه جدا، اللي هو جرثومه المعده في البراز. تحليل بسيط جدا ومش غالي. ده من خلاله بعرف ان في جرثومه. لكن اي حد يحلل جرثومه المعده لا، المفروض اللي يحلل جرثومه المعده هو اللي الدكتور يطلب منه تحليل جرثومه المعده. طب تبقى اعراضها ايه بقى يا دكتور؟ اعراض جرثومه المعده طبعا زي ما احنا قلنا بتعمل التهاب في جدار المعده. والمعده هي طبعا العضو الاساسي في عمليه الهضم. وبالتالي اعراض الجهاز الهضمي العلوي زي التجشؤ والترجيع والام اعلى البطن وانخفاض في الوزن، لدرجه انها ممكن توصل الجرثومه لو ما اتعالجتش كويس الى قرحه في المعده تؤدي الى براز مدمم، او قرحه في الاثنى عشر تؤدي الى عدم امتصاص للاكل. اذا جرثومه المعده مرتبطه بعدد من الامراض، وفي نسبه ضئيله جدا قد تتحول جرثومه المعده الى اورام في المعده. اذا الموضوع برضو مش عايزين نهونه، يعني مش نهون منه، لا الموضوع لازم ناخده بجديه ونعالجه كويس وتبقى تحت اشراف طبي. وانا بطمن الناس كلها دلوقتي ان هم كانوا بيعانوا زمان من عدم استجابه للعلاج لجرثومه المعده والثقافه المنتشره ان جرثومه المعده ملهاش علاج. لا الحمد لله في مصر دلوقتي عاد في علاج فعال لجرثومه المعده بكل مكوناته. مضادات، طبعا هتكلم عن الاسماء العلميه، مضادات للحامض نزلت حديثه. ماده حديثه برضو زي البيزماس بدات توفيرها في مصر من حوالي شهرين. يا ده قريب جدا. قريب جدا. كان الحاجات دي موجوده في الدول العربيه بسعر عالي جدا. لكن دلوقتي الحمد لله بروتوكول علاج جرثومه المعده بالكامل موجود في مصر وباسعار متميزه. والحمد لله احنا دلوقتي من ساعه ما نزل من شهرين بنديه للمرضى والاستجابه اكتر من 95%. حتى لو كانت سببت الالتهابات على الجدار والمشاكل دي كلها. بنعالج الاول الالتهابات بالتنظير، سواء كانت عامله لا قدر الله قرحه، عامله نزيف ولا حاجه، بروح وانا موقف هذا النزيف عن طريق المنظار. ثم اعالج الالتهاب بالعلاج اللي انا ظبطت بيه الالتهاب جدار المعده. ثم اعالج السبب بقى اللي هو جرثومه المعده، لان لو ما عالجتش السبب هيرتد هذا المرض مره اخرى. وبالتالي انا لازم اعالج السبب كويس اللي هو جرثومه المعده. والوقت انا بطمن الساده طبعا المشاهدين في كل انحاء مصر ان دلوقتي عاد عندنا في مصر علاج فعال لجرثومه المعده. وده يا جماعه كمان حاجه قريبه، يعني من شهرين دكتور بيقول، وده ده خبر كويس جدا. الحمد لله توفر العلاج وباسعار جميله جدا، يعني اسعار مش غاليه، في المتناول. وبالتالي بروتوكول علاج جرثومه المعده الحديث موجود بالكامل الان في مصر. واطباء الجهاز الهضمي في مصر طبعا الحمد لله خبره كبيره جدا. وبالتالي انا بنصح الساده المشاهدين ان هو يكشف عن دكتور متخصص جهاز هضمي، والدكتور المتخصص هيصرف له العلاج اللازم اللي هو الحمد لله عاد موجود دلوقتي.
وعاد استجابه الجرثومه للعلاج نسبه كبيره جدا تتعدى ال 95%. طيب ده خبر جميل جدا جدا، وخاصه ان احنا بنقول المرض ده زي ما الدكتور كده قال لنا ان هو منتشر جدا الى حد كبير، وبرضه احنا لا بنهول ولا بنهون، لكن الدكتور بيقول بالنسب والاحصائيات هو منتشر جدا جدا، وكان في مشاكل في علاجه لارتفاع اسعار العلاج، والحمد لله ده خبر جميل انه بقى موجود عندنا في مصر. نروح برضه لحاجه جميله، الالوان حلوه بتاعت سحر يا دكتور كده، ونشوف هي عامله ايه. قولي لنا يا سحوره عملتي ايه؟ ان شاء الله احنا خلصنا البطاطس. بصي طريقه تقديم الطبق حلوه قوي، يعني شويه الحركات ان انا بحط الوان لايقه مع بعضها، الاورانج على الاخضر على البني على البيج. على فكره الحاجات دي بتفتح النفس جدا، وممكن ما تبقاش الوجبه يعني مكلفه قوي قوي، بس انا بقدمها لبيتي ولاولادي، وانا او احنا حبايبنا كبار السن الحلوين اللي يعني بنستمتع جدا بوجودهم معانا، ربنا يبارك للجميع. لما ياكلوا الحاجه وهي شكلها حلو بالتاكيد الامر بيختلف نفسيا جدا. فعلا انا برضو عايز اشكر الاستاذ ساره على المنظر الجميل ده، لان احنا في مناداتنا وفي ثقافتنا للناس ان احنا نشجع اطفالنا ان هم ياكلوا من البيت، وبالتالي انا هشجعهم ازاي؟ ان انا اقدم ليهم حاجه جذابه صحيح، ما تكونش منفره وزي الحاجات اللي بره، لان انا في سياسه علاج الانيميا هو الابتعاد عن الاكل تيك اواي والاكل المقلي والاكل خارج المنزل والاكل المهدرج، وبالتالي اللي انا اقدم له الطبق بشكل جميل وجذاب. ان الطفل ياكل يمسك جزره في ايده وياكل، ده حاجه منظر نادر دلوقتي والله. وانا عرفت ان الحاجات دي كويسه حتى للاسنان، يعني لما بناكل مثلا تفاحيه او جزر او خياريه يعني حتى كمان دي علاج سبحان الله للاسنان. سبحان الله طبعا فعلا. فشيء جميل قوي قوي. طيب انت قولي لنا بقى الاطباق اللي عملتيها، وقولي لنا ايه الطبق اللي جاي. احنا خلصنا البطاطس اللي هي المسلوقه وحمرناها شويه زيت صغيرين مع سمنه وشويه ملح وفلفل بس كده. وهنا برضو البطاطس المسلوقه عملنا لها الكفر بتاعها باللحمه، وبرضو شوحناها زي ما شفنا، بس موضوع بسيط خالص. وبعدين قطعنا طماطمايه وكابوتشا وبقدونس وشويه جزر، بس عملنا ايه طبق السلطه اللي هي طبق سلطه. ودلوقتي هنعمل البانكيك. اوكي بتجهزي البانكيك. طب يلا ما تقولي لنا بقى انت ايه مكوناته. ده دقيق شوفان برافو مع معلقه زيت. يعني بصي هي بتبقى معلقتين على اساس ان ايه يبقى مثلا متمام، وشويه لبن نص كوبايه لبن. ما احنا يا ريت برضو نقول الكميات يا حبيبتي. يعني خلص. ما نقولش شويه نص كوبايه دقيق. نص كوبايه دقيق. اوكي. معلقتين عسل اسود. ايوه حلو قوي ده. حتى الطعم يبقى تحفه. ان شاء الله. هو بدلنا السكر بالعسل الاسود. برافو. وكمان معلقه سوداني انا طحناه زي البودره خالص. وكمان كوبايه لبن وشويه بيكنج باودر، وقلبنا كله في بعضه وبس. حلو قوي قوي. هو بقى القوام بتاعنا ده. طبعا المكونات اللي سحر حطها يا دكتور، يعني هنبتدي نتكلم عن الاكل شويه يا دكتور هنا. يعني الطبق، خلينا نقول الطبق الاولاني نتكلم عنه بعد كده، بس بالنسبه للبانكيك يعني كلنا بنحب الحاجات الحلوه بالتاكيد، وجميل بقى قوي ان احنا نعمل حاجات حلوه صحيه فنبقى مبسوطين والطعم جميل، وفي نفس الوقت حاسين ان احنا ضميرنا مرتاح كده ان احنا بندخل جسمنا حاجات صحيه. هنا في العسل الاسود، احنا حافظين العسل الاسود ونقطه ليمون، يبقى خدتي كده الحديد مع فيتامين سي. حضرتك كده قلتي حاجه مهمه جدا وبسيطه جدا لان الحديد طبعا هو هيدخل الجسم لازم امتصه، هو بيمتص اكتر عن طريق فيتامين سي، وبالتالي الاكل لازم يحتوي على عنصر الحديد اللي هو موجود في العسل الاسمر، وموجود في البروتين الحيواني اللي هو اسهل امتصاصا من الحديد اللي موجود في البروتين النباتي. عشان كده موجود في الكبده وفي اللحم الحمراء والكلام ده. اما البروتين النباتي فهو موجود في العدس والبقوليات والحبوب الكامله والورق الاخضر، الورقيات الخضراء غنيه، والبقدونس والحاجات الحلوه الجميله دي. المسحطات دي كلها طبعا بتساهم في زياده عنصر الحديد. طيب هل انا اكتفي في الاكل بالاحتواء على عنصر الحديد؟ لا، ده انا لازم احتوي على فيتامين سي. الفواكه الحمضيه زي الليمون والبرتقال واليوسفي، والفواكه برضو بصفه عامه، والخضروات والبروكلي والحاجات اللي فيها زي البطيخ والفراوله، دي كلها فواكه، يعني كلها فواكه جميله جدا وبتحتوي على عنصر الحديد. كما ان لازم برضو الاكل بتاعي يحتوي على فيتامين بي 12
والفيتامين بي 12 ده مهم جدا احنا برضو. ليه بي 12 ده بنسمع عنه ان هو مهم قوي 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 قوي، ودايما نقول مثلا ايه فيتامين الف وجيم واللي هو يعني سي الف ايه وسي واي يعني وبي 12 وبي 12 ايه بقى بي 12؟ بي 12 ده طبعا فيتامين مهم جدا في تكوين الاعصاب، انه بيدخل في تكوين الاعصاب وبالتالي مهم جدا، كما انه ليه دور كبير جدا في تكوين الهيموجلوبين وعدم كمان يعني البي 12 مرتبط بالهيموجلوبين. عدم وجوده يؤدي الى برينشس انيميا من نوع خطير جدا. وبالتالي لازم يكون موجود في الاكل، وهو موجود في الفواكه والخضروات، وموجود في فول الصويا، وموجود في الالبان والحليب والزبادي. طيب وحضرتك كده وانت بتتكلم قلت في انيميا خطيره جدا جدا ما نعرفهاش احنا دي. دي انيميا مرتبطه بنقص فيتامين بي 12، بنشس انيميا اللي هي خلل في النسيج بتاع نخاع العظام، ما ينتجش كرات دم حمراء، وما ينتجش صفائح دمويه، وما ينتجش كرات دم بيضاء، لانه بيدخل في تكوين هذا الفيتامين بي 12 بسبب نقص فيتامين بي 12 والفوليك اسيد. حلو جدا. فانا بقى هرجع لحضرتك تاني واسال حضرتك امتى نقدر ان احنا ناخد مكملات او فيتامينات بشكل سبلمنت او بيلز يعني. طبعا انا بس هستاذنك انه نروح لسحر كده، هي مع نفسها كده بتعمل الكريب بتاعها، فتورينا بقى بتعملي ايه. هو بنحط معلقه صغيره وبنسيبها لازم تعمل اللي هي الفقاقيع. انت هتعملي كريب صغنطوط قوي كده؟ اوكي، ميني كريب يتحط على طول في البق كده. اوكي ان شاء الله. وبعد كده بنسيبه لغايه لما يعمل الفقاقيع دي. ومفروض يبقى النار اهدى من كده شويه. بالظبط. طب وطي شويه النار ولا هي دي عاليه؟ طبعا عشان يستوي وما يتحرقش. وفي نفس الوقت يعني لما بلاقيها سخنت قوي بطلعها كده على اساس ان هو بتقلبيها. واقلبها بس لازم يبقى بالنسبه لي في الفقاقيع دي عشان تتقلب. بس هي عامله زي احنا مقربين من رمضان، عامله زي القطايف شويه. احنا هم بس عايزين يشوفوها برضو، تميليها كده شويه للشاشه. حاضر. بس انا لازم ايه يعني مش هقلبها قبل ما احس ان هي هي استوت من تحت شويه وفي فقط. بصوا يا جماعه هي كده، بس طبعا هي بتاخد اللون ده عشان العسل الاسود مش شايفين. طيب بصي هم عايزين يشوفوا كده يعني اظهريها للكاميرا هنا يا سحر. ايوه كده، هي بس خدت لون زياده شويه عشان هي بتقول نوطي شويه البوتاجاز. والعسل الاسود كمان تاني ممكن توريها لنا تاني يا سحر. وانت كمان كده يعني ارفعيها شويه. ايوه هي صغنطوطه قوي اصلها، هي سايحه في الطاسه صغنطوطه، وهي صغنطوطه يا سحر بتحب الحاجات الميني عشان نحس ان احنا كلنا حاجات كتيره يعني. اوكي. وهي بتعملها يا جماعه عامله زي القطايف شويه يعني. بصوا هي طاسه سخنه. طاسه سخنه. مكوناتها جميله جدا جدا. دقيق شوفان، وده يا ريت ندخله في الروتين بتاعنا عامه، مش عشان الانيميا بس. العسل الاسود الدكتور اشاد بيه قوي قوي. وطبعا ايه تاني؟ عسل اسود ودقيق شوفان وحطيت سوداني كمان مطحون بس طحنته جامد جدا. زي دخل على انه يبقى زي بودره. اوكي حلو قوي. حاطه كمان معاه السوداني، وممكن نزوق بيه. انت اكيد هتزوقي بيه كمان ان شاء الله. دكتور العسل الاسود بيبقى فيه نسبه سكر، هل يعني ممكن بداله حاجه تانية، ولا هو نسبه السكر اللي فيه صحيه غير السكر؟ لما انتوا دايما تقولوا لنا بلاش السكر الابيض. طبعا السكريات وكده. طبعا انا لو في مرض اخر زي السكر ما هنصحش بالعسل الاسود لاحتوائه طبعا. طبعا يعني ناخد بالنا برضو لو في حد عنده سكر او كده، ده غني طبعا بالسكر. لكن في سيان السكر هو مسموح. وبرضو في بعض امراض الكبد برضو بيبقى عسل اسود باحتوائه على الحديد بصفه كبيره ممكن ياثر على الكبد. اذا كل حاجه طبعا ليها المميزات بتاعتها وليها العيوب بتاعتها، والاشراف الطبي طبعا بيبقى فيصل في هذا الموضوع. ودي برضو رساله انا بوجهها للساده المشاهدين، عدم اتباع الوصفات او الاعشاب اللي احنا بنسمع عنها دي بدون اشراف طبي. واي حاجه او عشب او دواء انا هاخده لازم يكون لي نشره داخليه اقراها، ولازم يكون لي رقم تسجيل في وزاره الصحه. تمام. وبكده انا بحمي نفسي وبحمي عيلتي. لان دلوقتي حاجات على النت عالم يعني كله غلط. ده دواء او الاعشاب دي انا اعتبرها دواء عشبي. لازم يكون مقنن وتحت اشراف طبي. وما ما اسمعش للنت والحاجات دي الا لما اسال الطبيب بتاعي اللي انا بثق فيه. لان طبعا زي ما قلنا دلوقتي العسل الاسود اشدنا بيه جدا في مرضى الانيميا وعند كبار السن والاطفال وكله. ولكن
انا مش بديه في نوع معين من امراض الكبد في حاله التليف الكبدي الغير معوض للوظائف، ومش بديه في مرضى السكر. وبالتالي كل حاجه ليها الانديكيشنز بتاعتها بالظبط. وليها البريكوشنز الاحتياطات بالظبط. الواجب اتباعها في اخذها. ده كلام جميل جدا جدا. هروح لحاجه مهمه قوي قوي يا دكتور، ودي برضو يعني بنتكلم كثقافتنا احنا كمصريين، مش هقول حتى عرب، كمان كمصريين، موضوع التحاليل. المفروض انه تقنعنا بقى حضرتك انه كل قد ايه احنا لازم يحصل حاجه كبيره قوي عشان نروح نعمل تحليل دم او اي تحليل. سياسه اطفاء الحرائق. لا احنا لازم نتجنب هذه السياسه حتى في حياتنا كلها وفي نمط شغلنا، نتجنب سياسه اطفاء الحرائق. يعني احنا ايه بقى يا دكتور؟ يعني مش نستنى الحريقه تحصل واروح اطفيها. بالظبط. لا، ده انا اتخذ اجراءات الامان واجراءات مكافحه السلامه والصحه المهنيه. ان انا لو في سلك مثلا اغطيه، دي هي اسمها السياسه الوقايه، اللي الوقايه هي خير من العلاج. بقى. انا هعمل وقايه، انا استنى احصل نزيف او استنى الحديد ينقص؟ لا، ده بالتحليل الدوري اللي هو من كل 6 شهور لسنه بعمل تحليل دوري. شيك اب عباره عن ايه؟ عن صوره دم كامله، عن وظائف كبد وكلى، تحليل بول، تحليل براز، تحليل فيتامين دي، تحليل الغده الدرقيه. بس وفيتامين دي مرتبط باي حاجه من اللي احنا فيتامين دي طبعا يعني بالجهاز الهضمي او يعني دايما فيتامين دي يقولوا لنا علشان خاطر العظام، عشان خاطر الحاله النفسيه، يعني بقى الحقيقه هو لامم حاجات كتير حتى في التخسيس يقول لك فيتامين دي. طبعا كل حاجه مرتبطه ببعضيها. واحنا قلنا حتى في الانيميا لها اعراض كتير، لدرجه في بعض الناس كبار السن او بعض الشابات الصغيرين بيعانوا من حاجه زي تساقط الشعر. تساقط الشعر دي حاجه مهمه جدا من علامات الانيميا. احنا قلنا ان الهيموجلوبين بينقل الاكسجين لخلايا الجسم كلها. الشعر ده عضو مش هيوصل له الكلام، هيحصل تساقط للشعر. يبقى انا ممكن تساقط الشعر ده يعني يكون سببه الانيميا، وفي علاجها يتم علاج تساقط الشعر. كما ان مثلا برضو الانيميا وحاجه دي يعني محدش يعني كتير يعرفها، مرتبطه بزياده الوزن والسمنه. لا فهمها لنا بقى. انيميا دي يعني حد رفيع جدا جدا، مش شرط بقى. ممكن يبقى انسان يعني سمين وعنده سمنه وعنده انيميا، بس نوعيه الاكل بتاعته بياكل كربوهيدرات كتير. يا دكتور فعلا مره حد سمعنا ان هو عنده انيميا، يعني حد انا اعرفه، والشخصيه دي كانت مليانه جدا جدا. بالعكس ده معرض للانيميا اكتر. تصوري بقى، ودي المفاجاه. لان في الانيميا احنا قلنا الهيموجلوبين مش هينقل الاكسجين للاعضاء. الاكسجين ده هو الوقود اللي بيحرق الدهون. تمام؟ اكسجين هو الوقود اللي بيحرق الدهون. وبالتالي عندما يقل الاكسجين هيحصل ايه؟ هتتراكم الدهون وهيزيد معدل حدوث السمنه. وبالتالي الانيميا مرتبطه بزياده الوزن. وانا كاخصائي جهاز هضمي وكبطنه احط في حساباتي ان الراجل اللي عنده زياده وزن ده قد يكون سبب من اسبابه الانيميا. انا كنت فاهمه سبب من اسبابه علشان نوعيه الاكل اللي بياكلها، يعني لا ممكن كمان هي نفسها بتؤدي الى زياده الوزن. يعني ممكن ناس فعلا بتاكل كميات كبيره من الحاجات المهدرجه والدهون المهدرجه والكربوهيدرات اللي هي مش كامله الحبه وكده، فيتخن جدا جدا. أيوة وعنده انيميا لانه ما بياكلش العناصر الاساسيه. والانيميا تزود بقى السمنه، ونخش بقى في دايره مفرغه من زياده الوزن المرتبط بالانيميا. يعني نحاول ان احنا نسمع نقطه انه نعمل كشف دوري عشان يبقى فيه وقايه وما ندخلش في مشاكل. بلاش كل 6 شهور، من 6 شهور لسنه اهو، عشان خاطر نخفف على نفسنا شويه المواضيع. حلو جدا. طيب من ضمن برضو الحاجات طبعا يا سحر، انا كل شويه ببص كده الاقيكي شغاله في الكريبت بتاعك واكيد الكاميرا بتجيب يعني كل شويه. طيب دكتور، من ضمن الحاجات اللي هل ممكن تبقى مرتبطه بموضوع الانيميا، دايما تنصحونا بشرب الميه. هل دي ليها ولا دي للوظائف الحيويه بتاعت الجسم نفسها ولا ايه بالظبط؟ احنا طبعا بننصح بشرب الميه لانه طبعا بينشط الكلى وبينشط الجهاز الهضمي وبيمنع الامساك. الامساك ده عرض من اعراض الجهاز الهضمي. شرب الميه طبعا بتمنع الامساك لانها بتؤدي الى زياده عنصر الماء في البراز، وبالتالي يؤدي الى والامساك ده مشكله كبيره جدا ومرتبطه بالام في البطن مستمره، ومرتبطه بالناحيه المزاجيه وناحيه السموم كمان بتبقى سموم في البطن. وبالتالي شرب الماء خصوصا على الريق وعلى الاقل 8 اكواب في اليوم ده صحي جدا، من العوامل المساعده جدا في صحه الجسم. تؤدي الى نشاط الجسم طول اليوم وتؤدي الى تنشيط الكلى. والكلى طبعا زي ما قلنا عنصر يعني هام جدا في تكوين هرمون الاريثروبيوتين
اللي مهم جدا في تكوين الحديد. اذا فعلا شرب الماء يؤثر في الموضوع. جميل جدا. طيب في بعض الحاجات بيقولوا ان هي فيها حديد احنا مش متعودين عليه، فانا هسال حضرتك عليه. يعني مثلا يقولوا الحمص في حديد، الفول السوداني في حديد. احنا قلنا طبعا الفول السوداني وفول الصويا. فعلا يعني هي النهارده مثلا سوداني. سحر عامله سوداني، احنا سوداني فاهمين ان هو ماده فيها دهون صحيه. فعلا. يعني دايما نقول فول الفول الصويا السوداني وفول الصويا والحاجات دي يا جماعه دي فيها حديد، مصدر بس غني بالحديد بالظبط. وفيتامين بي 12. الفول الصويا بس مش اي حد ياخده، يعني سيدات ولا رجال ولا لا كله ياخده عادي، بس برضه في انديكيشنز معينه. لو هو مثلا عنده نقرس عالي ولا حاجه، مرض النقرس. ايوه ما زودش قوي في البقوليات والحاجات دي، لان طبعا دي بتؤدي لزياده للنقرس. هو عباره عن بلورات بتترسب في اصابع الرجل الكبير والمفاصل، وتؤدي الى الام شديده في البطن وفي المفاصل. وبالتالي برضه باشراف طبي بسيط لا اقدر اوظفه صح. طيب احنا الكلام جميل جدا جدا، والحقيقه يعني اكل كتير جدا جدا مش لازم يا دكتور. دلوقتي احنا كلنا في ازمه اللحمه مثلا. كلنا، ومش اي حد بيقدر يجيب كميه، يعني خلاص الامور احنا بنتعايش وبنحاول ان احنا نوضب امورنا بالمتاح يعني. فنقطه اللحمه يعني انتوا بتقولوا لنا اول حاجه مصدر للحديد. خلينا نشوف مصادر تانية. احنا ممكن نعمل لحمه مفرومه بحاجات كتيره ممكن لكن احنا دلوقتي قلنا انه بعض الحبوب فيها حديد والبقوليات بس بتهيألي نجمع نوعين ولا ده في البروتين بس؟ لا في البروتين بس. البقوليات العدس والبقوليات بصفه عامه الحمص الترمس وقلنا الفواكه الفراوله والبطيخ والبروكلي يا جماعه الخضروات والخضروات والحاجات الخضراء. الحاجات الخضراء، الورقيات الخضراء غنيه بعنصر الحديد. القرنبيط غني بعنصر الحديد. حاجات كتيره اهو متوفره بالظبط كده. فيعني ايه الجهاز الهضمي برضو والمعده احيانا مش بتفضل يعني اللحوم ده طبعا، وبالذات في كبار السن اعتقد يا دكتور. اللحوم مرتبطه بالكانسر اكتر من النباتيين. بالتالي برضو دي حاجه بتقول لنا ان احنا يبقى فيه برضو تقنين شويه. بالظبط كده. احنا عشان ثقافتنا بنبقى متربيين على حاجه عشان نغير الكونسبت ما بيبقاش سهل، لكن احنا بنتكلم هنا بشكل حتى للصحه العامه يعني. طيب نروح بقى لسحر ونشوف هي بتعمل ايه دلوقتي. بتعملي ايه يا سحر؟ خلاص احنا كده ان شاء الله في اخر واحده بقى. اوكي. وكده بنحاول ان احنا نديله شكل. فراوله موجوده هنا. الفراوله موجوده. فراوله عشان بقى الحديد بقى. الحديد. نقول الفراوله عشان نظبط الحديد بقى. الورقيات الخضراء، العسل الاسمر، السوداء كده. الطبق ده ممتاز للانيميا. وطبق حاجه حلوه اهو، يعني مش محرومين. وجذاب وهي مدلعاه وحاطه فراوله وحاجه جميله قوي. لكن هي الكريب نفسه انت هتحطي عليه اي صوص ولا كده، ولا انت مستكفيه؟ هو ممكن يتاخد كده بس انا معايا صوص برضو هحطه. هتحطيه برضو عليه. وده حسب الرغبه. ممكن تحط حاجه صغيره. ممكن نحط صوص شوكولاته دارك ولا حاجه، فيبقى كمان حاجه صحيه وجميله جدا جدا. طيب دكتور، احنا هنتكلم برضو هنا ووجود حضرتك برضو معانا وتخصص حضرتك. يعني اعتقد احنا الانيميا يعني اتكلمنا على كذا نقطه فيها، ولا في حاجه حضرتك حابب برضو تضيفها في هذا الامر يعني او الموضوع ده؟ الانيميا طبعا احنا قلنا ان هو كده يعتبر مرض عام بيأثر على جميع اجهزه الجسم. والفحص الدوري حل بسيط وسهل جدا لهذا الموضوع. وانا دلوقتي برضو عايز اقول رساله لكبار السن والناس بصفه عامه، ان انا امتى اكشف عن دكتور الجهاز الهضمي او استشعر الخطر. في عندنا عوامل خطوره كده، او ارفع العلم الاحمر. امتى استشعر الخطر واكشف؟ لو في انيميا مستمره والهيموجلوبين بيقل عن ده كده وانا بعمل بقى التحاليل بتاعتي. ما انا هقول لهم كذا حاجه. لو في انيميا مستمره والهيموجلوبين بالنسبه للرجال يقل عن 13.2 وبالنسبه للسيدات عن 11.6. دي النسب. هنا يا دكتور السيدات غير الرجال؟ طبعا ان السيدات عندهم طبعا الدوره الشهريه دي بتفقد كميه من الدم بمعدل شهري، وبالتالي انا مستوى الانيميا عندهم المقبول ما يقلش عن 11.6، درجتين كاملين عن الرجال. طيب تمام. تاني حاجه لو انا عندي الام مستمره في البطن وما بتروحش بالعلاج، انا لازم اكشف. لان قد يكون هذه الالام قرحه في المعده مرتبطه بجرثومه المعده، او تكون سوء امتصاص، او يكون حاجه مزمنه في القولون. طب ثالث حاجه لو في فقدان مفاجئ للشهيه، باكل عادي وكله تمام، فجاه انا فقدت الشهيه بتاعتي، دي عامل من العوامل اللي لازم اكشف.
لو في قيء مستمر مش متحكم فيه يبقى انا لازم اكشف. لو في الام مستمره مش مستجيبه للعلاج ساعتها يبقى انا لازم اكشف. اذا انا عندي عوامل خطوره، انخفاض في الوزن اكتر من 10% من الوزن تم خفضه في اخر 6 شهور، ده انا لازم اكشف اشوف ايه سبب انخفاض هذا الوزن. واذا عندي الكارت الاحمر بطلعه في هذه الحالات انا لازم اكشف عند دكتور الجهاز الهضمي واشوف ايه السبب واعالجه. جميل جدا جميل جدا. انا هرجع لك يا سحر بقى عشان تقولي لي الاطباق الجميله بتاعتك كده بتفاصيلها، بس انا هروح كده لدكتور برضو وعايزه اسال حضرتك، هي الحياه الصحيه عامه ممكن تاثر في موضوعنا النهارده وهو سلامه الجهاز الهضمي او الانيميا او كده؟ النمط الغذائي السليم اللي احنا قلنا عليه والنمط الغذائي الصحي هو ممارسه الرياضه. هل بقى الرياضه دي يعني عشان احنا ثقافتنا برضو شويه ليها دور كبير صعبة جدا، لان لما انا بتحرك بدخل الاكسجين والسكر في العضلات، وبالتالي قد تكون الرياضه حل بسيط في امراض عندنا زي الامساك، حلها الرياضه لانه هيحرك وزياده العضلات. زي الكبد الدهني، الناس اللي بنسمع عن دهون الكبد والكلام ده، الحركه وخفض مؤشر كتله الجسم وخفض وزياده نشاط الجسم تؤدي الى علاج الكبد الدهني. مرض برضو مشهور عندنا السمنه، قلنا ممارسه الرياضه تؤدي الى علاج السمنه. ممارسه الرياضه كالسباحه او كالمشي او كركوب الدراجات، تمام. احنا بنتكلم اكتر عن كبار السن. في انا بس لما المشي احس حتى. المشي لو حسيت باجهاد اريح. دي العبره في ممارسه الرياضه. ده ممكن يا دكتور واحنا قاعدين دلوقتي في تمارين كتيره جدا ممكن بتتعمل كمان دلوقتي. طبعا تمارين معينه وممارسه الرياضه بصفه عامه تؤدي لتحسين الوظائف الجسم. كما ان انا انصح برضو بتقليل التوتر العصبي والاجهاد الذهني. معظم امراض الجهاز الهضمي مرتبطه بهذا الموضوع. انا كنت هسال حضرتك السؤال ده لانه فعلا احنا يعني اكتشفنا مؤخرا انه فعلا وفي توتر طبعا. اكتشفنا مؤخرا فعلا ان موضوع النفسيه والتوتر ده ممكن يؤدي لامراض كثيره جدا جدا. واحنا عندنا طبعا الجهاز الهضمي اقرب جهاز للجهاز العصبي، وفي تواصل بينهم عن طريق مؤثرات كهربائيه. هذه المؤثرات بيحصل فيها خلل زي السيروتونين والحاجات دي، بيحصل فيها خلل في الاكتئاب والتوتر العصبي والكلام ده، ويحصل امراض زي القولون العصبي. بالظبط، ده منتشر جدا ويبقى متلازمه، عباره عن الام في البطن وتغير في طبيعه الحمام وتغير في طبيعه البراز بصفه دوريه، يعني كل 3 شهور يحصل مرتين بصفه دوريه متكرره، وبالتالي مرتبط بالناحيه الذهنيه والناحيه العصبيه. اذا اقلال العامل التوتر والاجهاد الذهني ضروري في علاج كل الامراض. طيب جميل. معلش انا برضو بسرعه كده، وحضرتك ذكرت القولون العصبي، واعتقد مفيش بيت في مصر ما فيهوش ناس بتعاني من المشكله دي. وكتير يقال انه الانسان طبيب نفسه لان هو ملهوش علاج محدد. ايه موضوع القولون العصبي وحضرتك برضو موجود معانا؟ القولون العصبي زي ما حضرتك قلتي بالظبط هو ملوش علاج محدد. هو ليه علاج يتلخص في ان انا اولا بسيطر على الحاله الذهنيه ليا والتوتر وابعد عن مصادر التوتر. يعني هي بس ان انا بهدي نفسي باي وسائل، هو ده اللي وبعد كده الطبيب بقى يتدخل لو المرض مستمر. وهو طبعا عباره عن تبادل بين الاسهال والامساك كل فتره. بالزبط. لانه لما بتعصب جامد بيحصل زياده في العضلات القولون، وبالتالي يحصل اسهال، يهدى القولون، يعني في خلل وظيفي. وفي انواع معينه من الاكل كمان يعني ما فيش حاجه عضويه اعالجها. بالظبط. مش مرض اعالجه. بالظبط. قولون سليم وكل حاجه ولكن مش بيأدي وظيفته، وبالتالي عدم تأدية وظيفته دي سببها عصبي. ساعتها انا ممكن استعين بالاخصائي النفسي بقى عادي جدا. لان التوتر وكده انا ببدا معاه بحاجات العلاج بتاعي العادي، واقول له كل الارشادات بتاعتي، وبعد كده اعمل منظاري حتى القولوني كمان واطمن ما فيش حاجه عضويه. ساعتها اقول له انا كده عملت لك كل الحاجات العضويه، ولا يبقى الا انك تستشير بقى طبيب الامراض النفسيه. وده دلوقتي عد يعني برانش مهم جدا في هذه الفتره، وبرانش مهم وانا بنصح بيه عندما يغيب السبب العضوي، ان انا مش في اي مانع ولا في اي حرج ان انا استشير طبعا طبيب. الثقافه دلوقتي ان احنا بنتقبل الكلام ده جدا. طبعا. طيب انا كده هنروح بقى لسحر يا دكتور، وتقدم لنا الاطباق بقى بتاعتها احنا في نهايه حلقتنا يا سحر. فقول لنا حاجه كده اتعملت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي عملنا بطاطس، جبناها صغيره سلقناها، وجبنا لحمه مفرومه ملح وفلفل بس، وفردناها، واخدنا البطاطس المسلوقه حطيناها جوه اللحمه المفرومه، وبعد كده حطينا شويه زيت وسمنه صغيرين وعملنا فيها اللحمه،
وفي نفس الوقت طاسه تانية عملنا فيها الايه البطاطس، شوحناها كده بشكل لطيف مع شويه ملح وفلفل وقرفه. جميل. وكده طبقنا خلص. مم. ده الاول. شوفوا البساطه بقى اللي سحر، يعني اطباقها بسيطه سهله قوي، تحس ان انت هتدخلي المطبخ تدلعي شويه وتخرجي. ماشي يا سحر، كملي حبيبتي. وعملنا سلطه بسيطه يعني طماطمايه كده قطعناها مع كابوتشا مع بقدونس مع شويه جزر، يعني ناخد القيمه الغذائيه كلها بالظبط. وفي نفس الوقت الشكل لطيف وجميل الحمد لله. جميل. وبس. ايه الطبق اللي هناك ده؟ انا مش عارفه ده ايه. لا ده مخلل. اشمعنى؟ يعني كملنا السفره الشكل يعني. كده يا سيدي. طيب والعصير؟ لا ما انت تقولي لنا كل حاجه حطها، يعني مش هتحطيها كده عصير وخلاص. برتقال ده؟ لا ده عصير مشمش يا طبيعي. سلام والله. بجيبه بسلقه ده انت كنت محتفظه بيه في الفريزر ولا الحمد ايه؟ لله. عشان هو المشمش ما مش انا قوي. لازم الحمد لله بفضل الله ببقى عندي على طول عشان رمضان وكده بفضل الله. والمشمش برضو من الحاجات يا دكتور واحنا داخلين على رمضان، يعني الحاجات دي جميله جدا جدا. كالسيوم وحديد على فكره. في جميل حديد جدا. برضه. في حديد برضو. وكمان يعني السعرات العاليه مش عاليه عندي مش عاليه خالص بالظبط بفضل كده. الله. بالظبط من الحاجات اللي جميله يعني. طيب وطبق بتروي الكريب؟ العطش. بتروي العطش. وطبق الكريب بقى؟ ودلوقتي دوت البانكيك. البانكيك بسيط سوري. قوي. ما شاء الله. يعني انا مكوناته حلوه وسهله. دقيق شوفان مش دقيق عادي. وعسل اسود. ومعلقتين زيت صغيرين وشويه لبن. وحطيت سوداني برضو في العجينه نفسها. عشان لو حد ما اكلش السوداني اللي هو ده ياكل برضو من جوه يبقى خد القيمه الغذائيه كامله. جميل جدا. وبس بعد كده عملته وعملته بشويه زيت صغيرين. يعني تعتبر مسحتها بالفرشه بس. وسويته زي ما حضرتك شايفه كده بفضل الله. وبعدين حطيت الفراوله عشان خاطر نكمل بقى ايه الشكل الجميل الشكل والفايدة. وكمان الفايده بفضل الله. ودي كمان دي كرات بلح اللي عملته طحنته وعملته بسمسم. فعشان نكمل بقى ايه حاجات صغيره كده حاجات لذيذه هي سحوره كل حاجاتها ميني 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 كده. بس بتبقى يعني لطيفه يعني في الشكل وفي القيمه الغذائيه. تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم ايديك. طيب دكتور، بس انا يعني هطلب من حضرتك في نهايه الحلقه كده نصائح عامه نلخص بيها كل اللي قلناه النهارده، لان هي حلقه مهمه جدا جدا. تمام. احنا هنعمل حاجه دلوقتي في نهايه محاضرنا اسمها تيك هوم مسجز. يعني الرسائل اللي هتاخدها معاك المنزل بقى. يلا بينا. اول حاجه احنا قلنا رقم 1 احنا كالاكثار من شرب الماء. نشرب 8 كوبايات ونشربهم على فترات صغنططه كده يعني. مش مره واحده نشرب لتر وخلاص. تمام. عشان توزيع الوجبات على مدار اليوم. ان انا ما اكلش وجبه مره واحده، لا ده انا اوزع بدل 3 اخليهم 5. بالتالي ده صحي اكتر. مفيد جدا لمرضى السكر، مفيد جدا لمرضى الامساك. ثالث حاجه ممارسه الرياضه والنشاط البدني مهم جدا. والمشي يوميا ربع ساعة على الأقل مفيد جدا في علاج العديد من الأمراض. رابع حاجة الإقلال من الإجهاد الذهني والتوتر العصبي والبعد عن مسببات هذا التوتر مهم جدا في علاج كل الأمراض. بعد كده العلاج المناسب والكشف الدوري والفحص الدوري بالتحاليل الهامة جدا كل 6 شهور لسنة. أنا بشكر حضرتك جدا جدا دكتور محمد نور الدين، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. أنت نورتنا يا دكتور، ونصايح قيمة الحقيقة جدا يعني. ربنا يشفي كل مريض. بشكرك سحر جدا حبيبتي، نورتينا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، نتقابلوا حلقة جديدة، إلى اللقاء.